السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امان السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. بصي يا ست الكل، ما عندكيش عيش؟ حلينا لك المشكلة. هنعمل العيش في البيت بشوية دقيق ومية سخنة. هتعملي احلى عيش تورتيلا او عيش صاج في البيت. السندوتشات عشان المدارس، عندك اكله حلوه شاورما كده، الحاجات دي تحفه. العيش ده تحفه. بصوا يا بنات، هنا دي الكوبايه اللي انا معايره بيها. كانوا 3 كوبايات في البوله، وانا حطيت كوبايه قدامكم. حطيت ذره ملح، معلقتين زيت نباتي، زيت اللي هو زيت الطبخ، الزيت النباتي. تمام. دي ميه مغليه من الكتل. ميه مغليه، مش دافيه، مغليه. قلبي كويس. ال4 كوبايات خدوا بالظبط كوبايتين ميه مغليه، ومعلقتين ميه اللي هو من الحنفيه، لان انا ما كنتش قادره اعجن من كتر سخونيه العجينه، فكنت بحطها على ايدي. يعني هو بالظبط معلقه كمان. هتشوفوا دلوقتي. الاول كده هتقلبي كويس بمعلقه. بصوا انا هنا بحاول اعملها، بشيل من المعلقه واعجن. هي فعلا سخنه. بصوا واحده واحده كده، يعني هتلاقي العجينه بتهدى معاكي وهتعرفي تعجنيها. العيش ده يا بنات طعامه فظيع، بجد بجد حلو قوي. هينفعك في وصفات المدارس. احنا داخلين على المدارس، في اللانش بوكس بقى. يعني اي حشوه هتحطيها معاه هتقبله. بجد تحفه تحفه تحفه. حلو او حادق يعني. نوتيلا بقى، جبنه وشويه خس، شاورما، برجر. لو ما عندكيش عيش البرجر تحطيه. بصراحه حلو جدا. الخبيث في البيت ده يا بنات يعني بجد ليه طعم وريحه تانية. بص انا كنت بوريكم ان انا جبت معلقتين بالظبط ميه من الحنفيه، عشان بس تبرد لي العجينه شويه واعرف اعجنها. هي خلاص الدقيق خد من الميه السخنه وعمل المفعول اللي انا عايزاه. انت لو حطيتي ميه بارده من الاول من الحنفيه هيقلب معاكي الرقاق الطري. انما عايزه عيش صاج صح، ميه سخنه. بص هنا بعجن بقى. تمام. دخلي كل المكونات. مش عارفه اتحكم فيها كويس، فحطيتها على البورد بتاعتي. وبصوا بقى دي طريقه العجن. بصي بكف ايدك، ببطن ايدك بتاخدي تطلعي لقدام. بس هي فعلا كانت سخنه جدا. تفضلي تطلعي لقدام وتعجني. بصوا ما شاء الله يا بنات العجينه عامله ازاي. تحفه تحفه تحفه. بنغص فيها. بص العجينه ناعمه ازاي، خطيره. بتقسميها على كور. انا هنا الطبق ده انا حاطه فيه رشاب مبدراه بدقيق عشان العجينه ما تلزقش. الكوره، حجم الكوره حسب حجم الرغيف العيش اللي انت عايزاه. انا كنت عامله شويه صغيرين وعامله كام رغيف كبير. فحجم الكوره ده انت بتتحكمي فيه على قد رغيف العيش اللي انت عايزاه. تمام زي ما انتم شايفين كده. هخلص الكميه بقى وارجع لكم. ما شاء الله الكميه دي عملت لي بالظبط 13 رغيف. تمام. على البورد بقى يا ست الكل حطي شويه دقيق حلوين عشان هي ما تلزقش منك. تمام. وهتاخدي اول عجينه كورتيها عشان تكون ارتاحت شويه، وحطي عليها وبالنشابه بقى، اللي هي النشابه اللي هي اليد ديت، وتفردي سمك رفيع مش تخين. رغيف العيش بيبقى رفيع جدا لان احنا هنسويه على الطاسه، مش هنسويه في الفرن. بصوا ما شاء الله بيرمي معاكي، وطعم العيش خطير. بصوا ما شاء الله. هنا انا بعمله كده عشان انفض من عليه الدقيق الزياده. اعمل معاكم واحده تانية برضو. صلوا على النبي يا بنات عليه افضل الصلاه والسلام. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وشيري كده لاصحابك ولحبايبك لو محتوايا بيعجبكم يا بنات. انا بتعب في الفيديوهات، فظبطوني كده لايكات بقى وشير. بصوا ما شاء الله الرغيف. بصوا سمك الرغيف عامل ازاي. هنا بقى يلا على البوتاجاز. دي طاسه ما فيهاش اي حاجه، ولا زيت ولا زبده ولا اي حاجه. هي يا دوب الطاسه انا حطيتها سخنت على نار متوسطه، نزلت برغيف العيش. هتفضلي اول ما هتحسي ان هو ودوت. بصوا دي صينيه انا حاطه عليها فوطه، اطلع العيش وهغطيها. فاهميني؟ العيش لو ساب من غير غطا هينشف منك. بصوا ما شاء الله ابتدى العيش يشمع معايا. قلبته على الناحيه التانية. اول ما هيلون ارجع اقلبه تاني. ايديك بقى فيه على الناحيه دي شويه، على الناحيه دي شويه. يعني كل رغيف ما بيكملش معاكي دقيقه، ما بيكملش 30 ثانيه، 20 ثانيه. هو بيستوي بسرعه جدا.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. بصوا ما شاء الله، بصوا بقى كان خد لون، وبصوا ما شاء الله بينفخ ازاي. شايفينه يا بنات؟ اللهم بارك، تحفه تحفه تحفه. احنا ولا حاطين خميره ولا حاطين بيكنج باودر، بس بصوا عشان العجينه معجونه صح، مفروضه صح. بصوا ما شاء الله الرغيف بينفخ ازاي. هو مش شرط على فكره ان هو ينفخ معاكي، يعني مش لو هو ما نفخش وانت بتسويه فهتبقى العجينه بايظه، هو مش شرط، بس انا بوريك انه العجينه معجونه صح. يعني ما شاء الله بجد كان خطير. هنا حطيت الرغيف التاني. انتوا لو هتلاحظوا ان في بواقي دقيق في الطاسه هتبتدي تلون. بصوا هتلاقوني دلوقتي انا هجيب منديل وابتدي اشيلها. انا طبعا كنت متضايقه جدا ان البوتاجاز عليه دقيق، بس انا مش هينفع انضفه في الوقت الحالي، لان العيش انت ما بتسيبوش يتخمر، ما بتسيبوش يرتاح، انت بتعجني وتسويه في ساعتها. فلسه هطفي واعمل، فقلت خلاص انا هخلص وبعد كده المع البوتاجاز ده مكان ما خلصت. يعني احنا ما بنسيبوش يرتاح زي الفطير الشرقي مثلا، لا، ومش هتسيبيه يتخمر لان هو ما فيهوش خميره، انت بتعجني وبتاخدي العجينه على طول وتسويها في نفس الوقت، فهو سريع جدا منجز لو ما عندكيش عيش. بجد فعلا حاجه سهله وسريعه وتحفه. بصوا ما شاء الله، بصوا العيش بينفخ ازاي، خطير يا بنات بجد والله. قلبي بقى فيه كويس ودوسي عليه كده عشان ياخد معاكي لون بسرعه، وتتاكدي ان هو استوى كويس. بصوا هنا كنت هوريكم انا حطيت الرغيف الاولاني، بصوا ما شاء الله طري ازاي. هحط عليه الرغيف التاني اللي استوى وهغطيه، وهكذا اخلص الكميه كلها وهرجع لكم. بصوا يا بنات ما شاء الله خطير وطري. بصوا انا كنت بوريكم ان انا حطاه زي ما هو في الفوطه. بصوا يا بنات، بصوا من كتر الطراوه هو يعني طري طري، يعني مش ناشف ولا اي حاجه. عايزه تعمليه رول، عايزه تعمليه زي الكريب كده، خطير يا بنات. ما تنسونيش يا بنات في الاشتراك واللايك والشير، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير.